قصص الجن العاشق دايما كانت موضوع بتخوف، وفي نفس الوقت بتشد الفضول. ناس كتير بتحكي إن عاشت تجارب غريبة وحاجات حصلت لهم ملهاش تفسير، وأحلام متكررة، إحساس إن في حد موجود معاك وإنت لوحدك. في اللي بيقول إن الموضوع حب من عالم الجن، وفي ناس بتشوف إن هو مس أو ابتلاء، وفي ناس بتعتبره مجرد أوهام أو ضغط نفسي. بس الغريب إن القصص دي شبه بعضها وأحداثها متكررة، كأن خيط مربوط بيهم كلهم. وهنا هنحكي قصص لناس قالوا إنها حقيقة حصلت ليهم فعلا، وهنسيب الحكم ليكم في النهاية. السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. قبل أي حاجة تصلوا على النبي في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان القناة تكبر والفيديو يوصل لناس أكتر. يلا بينا نبدأ الحلقة. حلقتنا النهاردة هتبقى عن الجن العاشق. قصة النهاردة مش هحذف فيها أي حاجة ولا هضيف ليها أحداث جديدة، بس اللي أنا هقدر أغيره هي أسماء أبطال القصة. وأنا حبيت أسمي بطلة القصة جميلة، لأنها فعلا جميلة من كل حاجة. جميلة عمرها الحالي 30 سنة، وقصتها بدأت وهي عمرها 16 سنة. جميلة كانت رقيقة أوي وخجولة جدا، وكانت من أسرة مكونة من أم وأب وأربع صبيان. جميلة كانت البنت الوحيدة والكبيرة على أخواتها، وكان باباها مربيلها الرعب في قلبها، كان بيخوفها من كل حاجة وكانت بتترعب منه. وسبب قسوته ديت إن هو ما بيحبش البنات. وكانت جميلة متفوقة في دراستها وروتين حياتها، من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة. وفي الأجازة بتاعتها كانت بتمارس هوايتها الوحيدة وهي الرسم. كانت مدرستها بعيدة جدا عن البيت، وكانت بتروح مشي لأن باباها كان منعها إن هي تركب أي مواصلة. كان بيقولها دايما إن المواصلات فيها شباب، واوعي تفكري في يوم من الأيام إنك تركبي مواصلات لوحدك. وكان دايما مربيلها الرعب ومفهمها إن هو بيراقبها من كل حتة، وكانت فعلا بتصدقه. ولما خلصت الثانوية العامة وراحت مكتب التنسيق عشان تقدم ورقها، وكانت هتدخل كلية التجارة، وفعلا اتقبلت. بس والدها راح سحب الملف وقال لها انت لازم تقعدي في البيت، ملكيش تعليم تاني. وفعلا قعدت في البيت ودخلت في اكتئاب حاد، وكانت بتقعد في اوضتها وما كانتش بتطلع منها، وكانت بتقفل النور عليها وتفضل تعيط في الحمام. وكانت جدا بترتاح لما تعيط قدام المراية اللي في الحمام. وفي يوم كانت بتعيط في الأوضة كالعادة، وبتكلم نفسها وبتقول ليه بابا بيعمل معايا كده؟ ليه مش بيخرجني؟ وليه محدش بيقعد يحكي معايا؟ وفجأة وهي بتعيط لقيت حد بيحسس وبيطبطب عليها وبيقول لها جنب ودنها ما تخافيش أنا جنبك. ومن هنا بدأت قصة جميلة مع الجن العاشق. وهنا جميلة اتخضت جدا وقامت بسرعة ناحية النور وشغلته، وبصت في الأوضة ما لقيتش حد. قالت لنفسها أكيد بيتهيألي أو عيني غفلت ونمت، وده حلم. وعدت الموضوع. ومن يوميها بدأت جميلة تحلم بأحلام غريبة. وفي يوم حلمت إن هي واقفة قدام بيت مهجور، وقدام البيت ده كان فيه كتكوت، وهي كانت رجلها وجعاها. ومرة واحدة الكتكوت ده اتقلب لشاب وسيم جدا، وساعتها أعجبت جدا بالشاب ده، ودخلت معاه البيت وقعدت معاه وفضلوا يتكلموا، وهي كانت مبسوطة جدا إن في حد بيتكلم معاه. وبعدين صحيت من النوم وهي مبسوطة، وكان نفسها إن هي تفضل نايمة. ومن يوم المنام ده جميلة اتقلب حالها، وبقت كل ليلة تقريبا بتشوف الشاب ده في المنام، لحد ما أدمنت النوم. والموضوع بدأ يتطور، وبقت تنام باليومين متواصل، ما بتصحاش ولا تشرب ولا تخش الحمام ولا أي حاجة، وما كانتش بتحس بجوع. ولو صحيت تكون شبعانة أو بتاكل على القد كده، ما كانتش بتاكل كتير. والفترة ديت جميلة بدأت وزنها يزيد. ووالدة جميلة كانت ست طيبة جدا، ما كانتش مركزة إن نوم بنتها كتر. قالت عادي بتنام عادي، لأن أصلا محدش كان بيقعد مع جميلة. وبدأت أحلام جميلة تتطور. وفي يوم حلمت إن هي عروسة ولابسة فستان فرح
وكان عريسها هو الشاب ده، ودايما كانت بتشوفه واخدها لمكان معين، وفي الليلة ديت خدها لمكان وقال لها انه ده بيتها، والمكان ده عبارة عن باب كبير. وأول ما فتح الباب لقيت سلالم شبه الزحليقة كده، ونزلت جميلة هي والشاب ده على السلالم دي. والبيت كان غريب ومنظره كان غريب مش نضيف خالص، ولقيت فيه ست كبيرة، والشاب قال لها دي ماما، ودخلها أوضة وقال لها الأوضة ديت بتاعتك، وبرضك الأوضة دي ما كانش نضيفة، وادالها هدوم كتيرة جدا وقال لها الهدوم ديت بتاعتك يا جميلة. وقعدوا ياكلوا مع بعض. والغريب بقى انها لما تكون هتصحى بتقوله انا عايزة ارجع البيت عشان ماما ما تقلقش عليا، وتطلع السلالم وتخرج من الباب، وبعدها تصحى من النوم وتتفاجئ انها نايمة بقالها يومين او اكتر، وبقى عندها عدم تركيز خالص، ما تعرفش الايام يا بتنام كام يوم ولا النهاردة ايه، وما تعرفش الليل من النهار. بقت جميلة بتنتظر النوم بفارغ الصبر علشان تشوف الشاب ده. وصل بيها الأمر إنها تنام وهي قاعدة، حتى لو في ناس. كانت بتنام غصب عنها كأن في حد مديلها منوم أو منومها نوم مغناطيسي. وفضلت كده لمدة سنة تقريبا، لحد ما بقت تحس بوجع في جسمها رهيب، وبالذات بطنها. ووالد جميلة كان اسمه محسن، سافر برا مصر عشان يشتغل. وبعد ما محسن مسافر حست جميلة إن هي بدأت تعيش حياتها، وقررت إن هي تمارس هوايتها المفضلة وهي الرسم زي ما انتوا عارفين. لكن النوم كان بيغلبها، ولما بدأت تقاوم النوم ده بدأت تشوف كوابيس وهي نايمة، وبقت تحس جميلة إن في حد بيمسكها من إيديها ورجليها وبيكتفها. وفجأة وهي نايمة على السرير، لكن ما كانتش نعسانة، هي كانت حاسة بكل حاجة حواليها. حست إن هي طايرة من على السرير وحد مكتفها، مع إنها حاسة بكل حاجة وبيعتدي عليها. واتأكدت إن هي صاحية لما كانت سامعة صوت أهلها بره في الصالة. وحتى لما حكت لوالدتها قالت لها أنا سامعة كل حاجة كنتوا بتقولوها. ولما كان بيحصل معاها كده كانت بتحاول إن هي تنادي على أمها ومحدش كان بيسمعها. وكرر معاها الموضوع ده كذا مرة. وفي يوم كانت نايمة بردك، وأخوها الصغير اللي عمره 3 سنين واسمه عمرو كان داخل يصحيها. ومرة واحدة طلع من الأوضة وهو بيصرخ وبيعيط، فمامته بتقوله في ايه؟ قال لها جميلة ضربتني. فمامته رفعت التيشيرت وفعلا لقت صوابع معلمة على ظهر ابنها. فدخلت والدة جميلة وصحتها بكل عنف وزعيق، وقالت لها انت ضربت اخوكي ليه؟ فجميلة ما كانتش مستوعبة كلام مامتها، قالت لها انا لسه صاحية، انا ضربته امتى ده؟ والطفل كان مصمم ان هو اخته ضربته، والطفل كان صغير هيكذب ليه؟ فجميلة بدأت تفهم إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. ومن هنا حاولت إن هي تقاوم النوم بأي طريقة، بس مجرد ما كانت عينيها بتقفل ما كانتش بتحس بجسمها كله، كان كله بيتقل متقدرش تسيطر عليه. وكانت بتحاول إن هي تفوق نفسها بقراءة القرآن. وفي مرة وهي بتقرأ القرآن سمعت حد بيقولها في ودنها اقرأي اقرأي أنا بحب القرآن. وفي يوم حلمت إن هي كانت لابسة نفس فستان الفرح اللي هي حلمت بيه في أول حلم، وكانت حامل وداخلة مستشفى عشان تولد. وكانت المستشفى قديمة جدا ومش نظيفة، حتى الفستان اللي كانت لابساه متبهدل ومش نظيف. ومرة واحدة الحلم ده اتقلب، إنها في مكان واسع زي الغابة، ولقت كرسي والست العجوزة اللي هي أم الشاب قاعدة عليه وماسكة مقص كبير، ومسكت ديل الفستان اللي كانت جميلة لابساه وقصته. وبعدها جميلة صحيت مرعوبة من الحلم ده، وفضل موضوع الأحلام ده يتكرر معاها جدا وكتر، وبالذات موضوع الولادة. وكانت جميلة مستغربة من الحلم ده، أنا إزاي حامل ومنين وفين
وليه بحلم الحلم ده؟ وفضل الموضوع ده فترة طويلة مع جميلة، وبدأت جميلة نفسيتها تتدمر وتعبت جدا. وفي يوم عمتها جت تزورها، تقريبا هي أكتر واحدة تيجي تزور جميلة وأهلها، وكانت جميلة بتحب جدا عمتها دي، وعمتها اسمها سعاد. وسعاد كانت موسوسة جدا، وفضلت تحكي إنها كانت تعبانة وعايزة تروح للشيخ وكده. فقالت لجميلة تعالي معايا ونروح الشيخ مع بعض. فجميلة وافقت وخدت أخوها الصغير معاه اللي هو كان اسمه أحمد، وراحوا عند الشيخ فعلا، ودخلوا على الشيخ، والشيخ كان اسمه علي. وسعاد فضلت تحكي للشيخ على كل حاجة كانت حاسة بيه، إن هي تعبانة وجسمها تعبان ومرهقة ومبتعرفش تنام والكلام ده. والشيخ ما كانش مركز خالص مع سعاد. من أول ما دخلوا الشيخ علي كان باصص على جميلة وقال لهم ثواني وهاجي، ومشي الشيخ وطلع سابهم ربع ساعة هو برضك باصص على جميلة. فالحاجة سعاد قالت له خير في حاجة؟ هو أنا في حاجة؟ فالشيخ علي رد عليه قال لها لأ، روحي الدكتور، انت فيكي ده مرض عضوي، روحي هتلاقي علاج عنده. وراح مشاور على جميلة وقال لها المشكلة في البنت البيضة دي، وعندها مصيبة كبيرة وربنا يستر. فوقتها سعاد بصت لجميلة ورجعت تبص للشيخ، قالت له خير في ايه؟ قال لها جميلة في مصيبة. قالت له خير في مصيبة ايه؟ قال لها بنت اخوكي ممسوسة من الجن العاشق، والجن العاشق قاعد في مكان معين في جسمها. وراح نادى على جميلة كده في بعيد علشان محدش ياخد باله واخوها يعرف، وسألها قال لها جميلة هو انت بتحسي ان حد نايم جنبك او بيحاول يمد ايده عليكي؟ وقبل ما الشيخ يكمل قامت جميلة انهارت وعيطت وحكت كل حاجة للشيخ. فالشيخ قال لها طيب اهدي، انا هعمل لك جلسة دلوقتي واقرأ عليكي. وفعلا الشيخ بدأ يقرأ على جميلة. بسم الله يسحب كل أذى في الجسد من عقد وعيون وأسحار بأمر الله. بسم الله يسحب كل أذى في الجسد من عقد وعيون وأسحار. وكان وقتها الجو برد جدا، وكان الوقت ده شتاء، وكان الجو تلج. بس الشيخ مع الوقت ده كان عرقان جدا من كتر القراية على جميلة. وجميلة حست ان هي مشلولة تماما، رجليها وجسمها كله تقيل، وحست ان في حد بيخنقها وان هي مش قادرة تتنفس. فالشيخ بطل قراءة وقال لسعاد عمة جميلة حاجة غريبة جدا، روحي اكشفي على بنت اخوكي وتأكدي ان هي بنت ولا لأ. فجميلة صرخت في الشيخ وفضلت تشتم فيه وانهارت، وعمتها اصلا كانت مذهولة من اللي بتسمعه واللي شافته. وسعاد قالت للشيخ للدرجة دي هي وضعها بقى صعب؟ قال لها بنت اخوكي تعتبر مرات الجن، وكمان ممكن يكون عندها اولاد منه. فجميلة اتجننت وقالت لعمتها يلا نمشي، ده اكيد دجال او نصاب. فراح الشيخ بص لجميلة بكل شفقة وقال لها الله يعفو عنك يا بنتي، انا مسامحك وعذرك. وطلعوا من عند الشيخ ورجعوا للبيت، وسعاد حكت كل حاجة لمامة جميلة وكل حاجة حصلت. وفعلا أم جميلة صممت إن هي تروح تكشف على جميلة، وراحوا للدكتور هي وعمتها. ما كانوش عارفين يقولوا إيه للدكتورة. فأم جميلة قالت للدكتورة إن هي بنتها خلاص قربت إن هي تتجوز، وعايزين بس يطمنوا عليها لأنها وقعت على السلم ونزفت شوية، عايزين بس نطمن عليه. فالدكتورة أصلا ما كانتش مقتنعة بكلامهم. المهم كشفوا على جميلة، ولما عمتها سألت للدكتورة خير، لقيت الدكتورة بتسأل جميلة هي بطنك بتوجعك؟ فجميلة قالت لها أيوة بتوجعني جامد. فأمها قالت لها خير في إيه، هي كويسة؟ قالت لها أيوة كويسة، أنا هكتب لها على علاج بس تمشي عليه وإن شاء الله هتبقى كويسة. فأمها قالت لها يا بنتي كويسة بنت؟
فالدكتورة استغربت، قالت لها أيوة بنت، هو علاج بس بسيط كده وهتمشي عليه وهتبقى كويسة. وفضلت جميلة ماشية على العلاج اللي الدكتورة كاتباهولها والحال زي ما هو. وصممت جميلة ان هي ما تروحش للشيخ ده تاني، وفضلوا يدوروا على شيوخ كتيرة جدا، وحال جميلة في النازل والكوابيس بدأت تزيد. وأخيرا أخو جميلة جاب شيخ تاني وقال لهم نفس الكلام اللي قاله الشيخ علي، بس بدأ يعمل لها جلسات علاج، وقال لها لازم تواظبي على الصلاة وقراءة القرآن، وتستحمي بمية مقروء عليها قرآن بس بره الحمام، وتدهني جسمك بزيت معين كده. وطبعا جميلة نفذت تعليماته، لكن ما قدرتش تكمل، زهقت، وخصوصا الزيت اللي هو كان ريحته مسك، وهي اصلا كانت بتكره ريحة المسك وكانت بتتخنق منه، فبالتالي ما قدرتش تكمل كل اللي قاله الشيخ. وفضلت جميلة تعاني من الكوابيس والأحلام لحد ما والد جميلة رجع من السفر، وبدأ يجيلها عرسان كتير جدا، وباباها كان همه ان هو يجوزها وخلاص، وكانت كل شوية تتخطب وتتساب تتخطب وتتساب، وما كانش لها أي رأي. والكوابيس بدأت تزيد أكتر وأكتر وأكتر. وفي يوم قررت إن هي لازم تتجوز عشان تخلص من اللي هي فيه ده. وفي اليوم اللي قالت لبابا أنا عايزة أتجوز وموافقة على أي حد، شافت كابوس غريب جدا. فاكرين الشاب الكويس الأبيضاني الحلو اللي هي كانت بتحلم بيه؟ جالها، لكن المرة ديت جه معاه بنت وولد في ايده. كان البنت عندها 4 سنين والولد 2 سنين. وقال لها جميلة انت ازاي هتتجوزي وانا متجوزك اصلا ودول ولادك؟ فطبعا جميلة في حالة ذهول، قالت له ولادي مين؟ مستحيل. قال لا احنا متجوزين من 5 سنين ودمت ولادك. قالت له ازاي انا ما كملتش 18 سنة اتجوز ازاي من 5 سنين؟ ومين دول؟ بناتي مين وولادي مين؟ وجميلة طبعا ما كانتش مستوعبة، وفضلت تقول لا 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 في الحلم لحد ما صحيت من النوم مفزوعة. ومن بعد الحلم ده صممت اكتر على الجواز، كانت مفكرة ان هي لما تتجوز كل حاجة هتنتهي، ما كانتش تعرف ان هي بداية لتدميرها. وفعلا جميلة اتجوزت واحد جارها، جواز صالونات. كان اول الجواز كان مفيش اي حاجة، بس حماتها كانت متسلطة جدا، كانت ماشية كل حاجة، كانت معتبرة جميلة وشقة جميلة ملكية خاصة ليها. وكان جوز جميلة إنسان طيب جدا، كان محترم، ما كانش ليه كلمة، كان بيحب جدا يمشي كلام مامته. لحد ما كل الأحلام اللي كانت بتحلمها قبل الجواز رجعت لها تاني، وبدأت تشوف خيالات في البيت، وبقت تشوف الشاب اللي كانت بتحلم بيه ويقولها ده انت مراتي، بيجيلها بس بشكل وحش جدا، ليه قرون وريحته وحشة واسمراني ومليان شعر وشكله مش حلو خالص. وكانت بتصحى مفزوعة. فجوزها قرر ان هو يشوف هي مالها، وقعد معاها وقالها انت مالك في حاجة؟ فطبعا كانت خايفة تحكيله، بس طبعا بعد اصرار منه حكت له، وجاب لها شيخ كان يعرفه. والشيخ ده ما كانش كويس، كان عينه زايغة، وقال لجوز جميلة اللي على مراتك ده سحر ولازم نفكه، وعلشان نفكه لازم نعمل طقوس ونعمل حبة حاجات كده. فطبعا جميلة رفضت وحست انه الشيخ ده مش شيخ، ده دجال، ورفض الموضوع، وكرشت الشيخ ده ولا الدجال ده من البيت، وفضل الحال كما هو عليه. بس حالتها بدأت تسوء، وبدأت تطلع بالليل بتجري وهي نايمة، وكانوا كل شوية يجيبوها من الشارع بلبس البيت. ومرة مع مرة مع مرة نزلت من البيت ومحدش يعرف طريقها لحد دلوقتي.
راحت فين؟ هربت ولا مشيت زي ما كانت بتمشي في الأول ولا ايه؟ ووالدتها وجوزها راحوا بلغوا إن هي اختفت، ولحد دلوقتي القضية مقفولة ومحدش عارف يوصل لجميلة لحد دلوقتي. ودي كانت قصة جميلة مع الجن العاشق. السلام عليكم، أنا اسمي فاطمة، عندي 23 سنة. قصتي غريبة شوية، هي عبارة عن معاناتي مع الجن العاشق. معاناتي بدأت وأنا عندي 17 سنة. في يوم كنت نايمة وفجأة حسيت إن في حد قاعد على قلبي عشان ما كنتش عارفة أخد نفسي. فتحت عيني لقيت مخلوق شكله مرعب واقف على صدري، وجسمي كله متكتف، ولا عارفة أتحرك ولا حتى أطلع صوت ولا أعمل أي حاجة. وكانت ريحته بشعة بجد، وكانت ريحته بشعة، وكان بيخنق فيا. المخلوق ده فضل ثواني كده واختفى. هل ده بقى كان آخر حاجة تحصل لي؟ أبدا، دي كانت بداية مش أكتر. كل يوم كان لازم أحلم بكوابيس، ولما أحاول إن أنا أصلي أحس إن حد واقف في ظهري ونفسه سخن. مكنتش بعرف أصلي، وبقى الجاسوم ضيف عندي كل ليلة، لدرجة إن أنا بقيت أنام طول النهار واصحى طول الليل من خوفي. ولما بكون لوحدي في الشقة بقى بيحصل لي حاجات غريبة جدا، زي حد يزقني من ضهري أقع على وشي، حاجات تنكسر في الشقة مع إن أنا ما باجيش جنبها، أصوات أسمعها زي حد بيقفل باب الأوض مع إن أنا فاتحاها كلها. وفي مرة كنت باخد شاور في الحمام، حسيت إن في حد معايا، صوت نفس في الحمام. وفي يوم كانوا أهلي كلهم برا، كانوا عند عمتي، وأنا قاعدة لوحدي في البيت. وأنا قاعدة قدام التلفزيون سمعت صوت بابا بينادي عليا بصوت عالي وبيقولي تعالي يا فاطمة. وكان الصوت ده طالع من الأوضة عندي. فروحت كده بالراحة أشوف الأوضة، لقيت أصلا باب الأوضة مقفول مع إن أنا متأكدة إن أنا سايباه. وأول ما مسكت الأكرة حسيت إن في حد بيمسك إيدي، قمت صوتت وجريت برا الشقة، وخبطت على جيراننا ورنيت على بابا من عندهم، وقعدت على السلم لحد ما أهلي جم، وحكيت كل حاجة لماما والبابا. فلقيت ماما بتقولي ده جن عاشق. فبابا زعق وقال لها أكيد انتي تعبانة في دماغك، وبصيلي قال لي ما تصدقيش، دي خرافات، قومي صلي وربنا الحافظ. وفضل كل حاجة بتحصل لي لحد ما وصلت لسن 21 سنة، وجالي ابن الحلال واتجوزت فعلا، والحمد لله. فضلت أسبوعين بالظبط ما كانش بيحصل أي حاجة ولا كوابيس ولا أي حاجة. بعديها جوزي بدأ إن هو يروح شغله، ما فاتش 10 دقايق وسمعت حد بيصرخ من بره البيت وهبدة جامدة. فقمت فتحت باب الشقة، لقيت جوزي واقع على السلم واللي عليه بيقول في حد زقني، أنا ما وقعتش لوحدي. وده ما كانش أول موقف يحصل معانا. كنا رايحين نتعشى في يوم أنا وجوزي، ده الموقف التاني اللي حصل. نازلين عشان ناخد العربية من الجراج، لقيت على سقف العربية قطة مقتولة. فهنا ماما لما عرفت كل اللي حصل ده راحت لحد أنا مش عارفة شيخ ولا دجال، أنا معرفش، لقيته جابلي سلسلة كده عليها عين ودايرة زرقاء. وانا طبعا ما كنتش بصدق في الحاجات ديت وما كنتش عاوزة اخد حاجة، وفضلت فترة يتحايلوا عليا عشان البسها وانا اقول لأ. والغريب بعد الحاح رهيب ولبستها لقيت كل حاجة راحت. انا بقالي 9 شهور لابساها ومحصليش اي حاجة. انا بقى مش عارفة السلسلة ولا انا مش عارفة ايه السبب، بس لحد دلوقتي انا عمري ما بقلع السلسلة دي، وانا مش عارفة هل ده صح ولا لأ. لو اي حد عنده تفسير يقول لي. انا اسمي مريم، في تانية جامعة، اتخطبت من معيد عندي في الجامعة. في يوم لقيته جاي للبيت عندنا وطلب الجواز مني من ايد بابا. كان كل العيلة كانت بتحسدني عليه. وبعد 6 شهور خطوبة لقيت خطيبي قرر ان هو ياخد حاجته اللي هي الشبكة وكده، بس اهلي وانا محدش اتكلم معاه ولا حتى سأله. بس كان عندنا مليون سؤال، عايزة اعرف ليه،
وانا متأكدة ان انا ما طلعش مني اي حاجة وحشة، واللي كان عليه يقول للبابا استحالة الجوازة دي تكمل. ولما والدته سألته ما كانش بيرد عليها، اللي هي حماتي يعني، ما كانش بيرد عليها وما كانش عنده أي تفسير لأي حاجة. بعد ما خلصت الجامعة واتخرجت الحمد لله، ربنا رزقني بواحد محترم جدا وطيب، كان دكتور. وبعد شهرين من الخطوبة كنا خلاص بنبدأ نجهز تجهيزات الفرح، بس ربنا ما أردش، حصلت له حادثة جامدة، بس ربنا نجاه الحمد لله. ومن ساعتها لما فاق قاعد يقول أنا عارف إن ده هيحصل لي، أنا بقالي فترة بحلم بكوابيس من ساعة ما خطبت، وحالة شقلب. فلما والدته سمعت الكلام ده وعرفت الكلام ده منه قررت إن هي تفسخ الخطوبة، وفعلا جم خدوا حاجتهم. وأنا طبعا بعد كل اللي حصل ده دخلت في حالة اكتئاب، واللي كان عليا ومسيطر عليا إن أنا في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة. وفضلت مكتئبة شوية لحد ما بدأت أتأقلم وأتعايش مع الأمر. وفي يوم كنت نايمة في أوضتي حلمت اليوم ده إن أنا لابسة فستان فرح وفي أرض خضراء واسعة جدا وحواليا أشجار كبيرة، وقدامي شاب جميل قوي وقرب مني ومسك إيدي، واللي عرفته إن أنا مراته. فلما صحيت استوعبت إن ده مجرد حلم من كتر ما هو كان بصراحة كان واقعي قوي الحلم ده. وفضل الحلم ده معايا كذا يوم، والشاب ده ما كانش بيتكلم. وفي يوم لقيته الشاب ده بيقول لي انت ليا ومش هسمح لحد ياخدك مني مهما كلفني الأمر. ومرة واحدة صحيت جسمي كان مليان عرق ونفسي كان ضيق قوي. فناديت على ماما واخواتي وقلت لهم كل حاجة حصلت. فلقيت ماما بتقول لي ده مجرد كابوس، استهدي بالله واقرأي قرآن. بس أنا بعد اللي حصل ده ما كنتش عارفة أنام، مش عايزة أنام لوحدي، كنت خايفة أحلم بالحلم ده تاني. فكنت بروح أنام جنب ماما أو حد من اخواتي. ومهما كنت أعمل إن أنا أنام جنب حد من اخواتي أو ماما أو بابا كانت الكوابيس برضك مش سايباني. ولما كان الليل بيجي عليا كنت بترعب إن أنا أحلم بالشاب ده تاني. وصل بيا الحال إن أنا بقيت أخاف إن الليل يجي عليا وأفضل أشرب قهوة وشاي عشان منامش، لدرجة إن أنا بقيت أصحى طول الليل وأنام طول النهار. حياتي اتغيرت 360 درجة، ولا بقيت آكل ولا بقيت أشرب ولا حتى بعرف أنام كويس، واصحى من النوم بصرخ وابقى مفزوعة وما بقدرش حتى أقوم أصلي، حالة شقلب. فوالدتي قررت إن هي تاخدني عند شيخ وقرا عليا فعلا قرآن. فالشيخ بيقول لماما هو في حاجة ناقصة عند بنتك من لبس أو أي حاجة تخص بنتك؟ فماما قالت له معرفش. فأنا ساعتها لما لقيته بيقول لماما كده افتكرت فعلا إن أنا كنت في يوم صاحبتي جاتلي وطلبت مني بلوزة معينة كده عندي إن هي تحضر فرح لقرابتها، بنت خالتها بنت عمها مش فاكرة. الموضوع ده بقاله كتير جدا وأنا قطعت مع صاحبتي دي، حصل ما بيننا كده مشاكل. فأنا قلت له أيوة، واحدة صاحبتي من زمان أخدت مني بلوزة، وأنا بصراحة بعد ما قطعت معاه فما طلبتش منها بلوزتي. فالشيخ بيقول لي شاطرة، صاحبتك ديت عملت لك سحر اسود على البلوزة، ومع الوقت خادم السحر حبك واتقلب لجني عاشق. طبعا بعد الكلام اللي الشيخ قاله أنا ووالدتي كان ساعتها قلبنا كان هيقف من كتر الرعب. ولقينا الشيخ كمل بيقول عشان نخلص من الخادم ده لازم السحر نبطله الأول، فلازم صاحبتك تقول لنا على مكان السحر اللي هي دفنه فيه. وفعلا أنا ووالدتي رحنا لصاحبتي وقلت لها على كل حاجة، إن احنا عرفنا إن انت اللي عاملة لي السحر والكلام ده، فين مكان السحر؟ أنا كنت مستنية إن هي تغير الموضوع وتقولي إن هي بريئة والكلام ده. مرة واحدة لقيتها قعدت تعيط جامد واعترفت وقالت لي أنا عملت السحر بس عشان المعيد اللي انت خطبتيله يسيبك، اشمعنى اتقدم لك انت مع ان انا قدامه؟ انا كنت بحبه اكتر منك. انا كنت مذهولة من كلامها، وليتا بتقولي انا ما كنتش متوقعة ان السحر ده هيتطور معاكي كده ويبقى مكمل معاكي بعد ما تسيبي خطيبك.
المهم في الآخر خالص قالت على مكان السحر والشيخ فكه. بس بعد كل الهيصة ديت السحر لسه أثره مكمل معايا. أنا حاسة إن في حد معايا، واتخطبت برضك وأنا حاليا مخطوبة، بس بالليل بحس إن في حد نايم جنبي، نفس سخن ورايا. يعني وأنا بكتب لكم الرسالة دلوقتي حاسة إن في حد قاعد جنبي ونفسه سخن. وفي النهاية هتبقى قصص الجن العاشق بين التصديق والشك. في ناس تقول إن هي عاشت تجربة ودفعت تمنها، وناس تشوفها مجرد حكاية تخوف وبتنتشر مع الوقت. يمكن الحياة ما تكونش واحدة، ويمكن كل القصص ليها وجه خفي، بس الأكيد إن في حاجات لسه ما نعرفش حقيقتها ولا تفسير ليها. طبعا التفسير لجميع القصص اللي اتقالت في حلقة النهاردة، يعني أنا ولا شيخة ولا دكتورة ولا أي حاجة، بس من وجهة نظري أول قصة الأستاذة جميلة، أكيد طبعا العياط في الحمام ده أكبر غلط، يعني شلنا بيتهم. تاني قصة بتاعت أستاذة مريم، طبعا السحر مذكور في القرآن، وطبعا اللي احنا عارفينه من أجدادنا إن محدش بيدي لبس لحد اتعمل فيه أذى وكده، وصحاب بقت دلوقتي بتأذي بعضها. أما القصة التالتة بتاعت أستاذة فاطمة، حالة الجاسوم، يعني دي مش أول حالة تتحكالي. حالة الجاسوم ديت كتير جدا بيحصل لهم الكلام ده، بس طبعا ربنا الحافظ والقرآن هو اللي هيحفظك. وطبعا السلسلة ديت يعني أنا بالنسبة لي ورأيي طبعا خرافات وجهل ودجل وشعوذة. ربنا الحافظ الصلاة مع القرآن ده بيغني عن أي حاجة، ولا سلسلة ولا غيرها. وطبعا لو أي حد عنده رأي للثلاث قصص يكتبوا في التعليقات، وأكيد صحاب القصة يقروها. وطبعا بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، عشان كده نعمل فيديوهات أكتر من التجارب دي.